انسان كيبيع ويشري، الا مثلا لقى شي منتوج اللي هو مزيان وجا غيبيعو ليك، عنده الحق انه يربح مثلا معك حتى الدوبل. ما كاينش شي اشكاليه في ديك القضيه ديال الحق، راه الربح محصور في واحد الجزء معين من راس المال. فعلا، وهذا دليله حديث عروه البارقي. نعم. لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اشتري لي واحد الشاة، نعم. اعطاه دينار، فهو مشى لقى بالمصطلح ديالنا همزه، اشرى جوج بدينار. نعم. وملي كان راجع واحد اقترح عليه انه يشري منه شاة بدينار. نعم. فباع له الشاة وجاب النبي صلى الله عليه وسلم دينار وشاة. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له بارك الله لك في صفقة يمينك، بمعنى هذا إقرار أولا. نعم. هذا إقرار، صحيح. ومن السنة الإقرارات. نعم. صحيح. ثم هذا ربح 100%. هذا شراها بنص دينار وباعها بدينار، فهذا ربح 100%. فشنو هو الضابط هنا؟ الضابط هو أن يكون يعني السوق شفاف، ويكون التراضي ما بين البائع والمشتري، وما يكونش الغبن. نعم. والتغرير. نعم. والغرر، وما يكونش الاحتكار. وتكون أهم ضابط في هذا الشيء كله هو المنافسة. ممتاز. وإذا ما كانتش المنافسة وشي كيغطي على شيء، ولا كاين اتفاق ما بين البائعين، هذا مشكل كبير. لأن في الحديث الذي رواه مسلم لا يحتكر إلا خاطئ. صحيح. فالاحتكار سواء كان من واحد ولا من مجموعة متفقة، فهو يدخل في نطاق هذا الحديث. صحيح. بارك الله فيك.